ازيكم عاملين ايه امارات قلبي واحلى متابعين في الدنيا، بحبكم كتير. والنهارده معانا مسلسل حبيبي في القانون لن احبك، نوع الدراما رومانسي درامي غموض. عدد حلقاته 22 حلقة، ومسلسل احداثه جميلة جدا وممتعة. وهسيب لكم رابط المسلسل في صندوق الوصف، وهو الجروب اللي موجود على الفيسبوك وعليه مسلسلات حلوة قوي، وناوي يترجم لنا مسلسلات جديدة. ادعوا بس ان هو ينزلها. وتعالوا بينا ندخل في أحداث الدراما. وبتحكي الدراما على جافين، وهو أبوه يملك مالها ليلي، وعلى طول في بينه وبين أبوه مشاكل بسبب إن هو ما بيحبش شغله، وإن أبوه على طول مشغول عنهم. وام جافين هنا مريضة جدا، وهيروح جافين لابوه عشان يقوله ان هو لازم يهتم بيه ويهتم بامه المريضة. بس ابوه هنا بسبب المشاكل وبسبب الديون اللي موجودة في شغله مش هيهتم بكلامه، وجافين هنا هيغضب جامد جدا بسبب معاملة ابوه ليه. وفي مرة وهو بيتخانق مع أبوه هيقابل نبي، ونبي هي بطلتنا، وهي أختها بتشتغل مديرة مع أبوه في النادي. ونبي هنا كل ما يتخانق جافين مع أبوه بتحاول إن هي تهديه، وبتقوله نبي إن أبوه بيحبهم قوي، وإن هو في مشاكل وفي ضغوطات جامدة جدا في الشغل عشان خاطر هو مشغول عنهم. وبتحاول تخليه يتصرف بتصرفات ألطف عشان هو شخص عصبي جدا وسريع الغضب. ومع الوقت بتتغير شخصيته وبيصبح ألطف بسبب قربه من نبي، وهيحبها ونبي هنا هتحبه. بس الدراما هنا هتتغير بسبب ان امه هتفتكر ان ابوه على علاقة مع اختها وهي حامل بطفله. بس الحقيقة ان ابوه بيعتبرهم نبي واختها زي ولاده. وهنا امه هتكون مقتنعة ان ابوه على علاقة معاها، وهنا هتتعب وهيزيد مرضها وهتتوفى. وبعد كل الأحداث دي جافين هيروح يعترف بحبه لنابي، وهتقوله إن علاقتهم مستحيلة وإن عيلته مش هتتقبلها. وهنا جافين هيسافر للدراسة في الخارج وهيرجع بعد فترة. ولما هيرجع هيلاقي نابي بتشتغل مديرة مكان أختها، والكل هنا بيحكي إنها عشيقة أبوه برضه. بس الحقيقة إن أختها مختفية، وهي بتحاول تعرف أختها فين وتحقق في مكان شغلها لو في حد كان قريب من أختها يعرف مكانها. واللي بتهتم بجافين بعد موت امه هي خالته، وبتمثل ان هي شخص طيب بس هي في الواقع شخص سيء جدا، وهي سبب المشاكل كلها. وبتكره نابي وبتقول ان هي السبب في موت اختها. وخالته هنا بتحرضه وبتقوله ان نابي عشيقة ابوه. فيقرر جافين هنا ان هو يروح يشتغل في النادي عشان يكتشف الحقيقة، وليه نابي اشتغلت مع ابوه في النادي. فهيقرر ان هو يضايقها ويتنمر عليها وهيحاصرها في كل مكان. وكم تصرف هتعمله نابي هيسيء الظن بيها. بس هي هتقوله ان هي مش مهتمية بيه ومش مهتمية اصلا برأيه فيها. وفجأة هتلاقيه سكن جنبها في الشقة، وهتلاقي نفسها بتشوفه في كل مكان، بتشوفه في البيت وبتشوفه في الشغل. وعلى طول بيحاول ان هو يزعجها، وعلى طول بيقول لها ان هي سيئة هي واختها، وان هما السبب في موت امه، وان هو مش هيسيبها غير لما تقول الحقيقة، وان هي كانت بتمثل زمان ان هي فتاة طيبة بس هو ده وشها الحقيقي. وكل ده بسبب كلام خالته، وبسبب ان نبي نفسها بتمثل ان هي شخص سيء وان هي عندها علاقات كتير. ومع الوقت هيبتدي جافين يرجع تاني ويحس ان هو بيحبها، وهو اللي هيحميها وهو اللي هيحاول يطلعها من المكان. وفعلا هيروح لابوه وهيقوله ان هو بيحبها وان هو لازم يخليها تمشي من النادي. بس ابوه هنا مش هيرد عليه بسبب ان نبي هنا جاية تدور على اختها المفقودة. وهنا خالته هتكون مخططة ان هي تتجوز ابوه وتعيش مكان امه. بس نابي هي العقبة اللي موجودة قدامها، وهتحاول ان هي تفرق بينهم. بس خالته هنا لما هتلاقي فكرة ان هي تتجوز ابوه ان ابوه مش موافق، هتبتدي هنا ان هي تحاول ان هي تتخلص من نابي. والحقيقة هنا ان اللي قتلت ام جافين هي خالته، بسبب ان زمان كانت امه ما بتخلفش، وهنا طلبوا من خالته ان هي تبقى حاضنة الطفل. وفعلا خالته هنا هي اللي حملت في الطفل واخدته اختها وهي اللي ربته. وهنا ابتدت خالته تحط حبوب هلوسة لامه، لدرجة ان هي اللي كانت بتدخل في دماغها
إن أبوها على علاقة مع أخت نابي، لدرجة إن مرضها زاد عليها، ومع كتر الهلوسة وقعت في المسبح وتوفت في الحال. وفي اللحظة دي كانت أخت نابي شايفة كل اللي حصل، وشافت إن هي المتسببة في موت أم جافين. بس خالته هنا هو أول ما لاحظت وجودها هجمت عليها وقتلتها ودفنتها. يعني أخت نبي هنا اتقتلت واتدفنت بسبب خالته. وهنا اتخلصت من نبي وأبوه ودخلتهم جوه العربية وزقت العربية في النهر لغاية لما غرقوا، بس أنقذوهم. وبعد ما فاقت نبي عرفت إن أختها توفت، جات لها صدمة كبيرة جدا. وهنا المسلسل